حبايب تيتا ميمي، ايه حكاية طلاق شيماء سيف والمنتج محمد كارتر؟ كان في خبر بيقول إن شيماء سيف انفصلت عن جوزها المنتج محمد كارتر بعد 6 سنين جواز، والكل فضل يتكلم. طبعا في ناس كتير صدقوا الخبر. من فضلكم حبايبي اشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل حكاوي ونصايح تيتا ميمي الجديد. الفنانة شيماء سيف بتتعرف بخفة الدم، وهي فنانة لها ضحكة مميزة ودمها خفيف وجميلة وروحها حلوة، وهي آخر العنقود. لها أختين، واحدة الكبيرة خريجة حقوق وشغالة في التلفزيون في الشؤون القانونية، والتانية في الخارجية مع مامتها شغالة برضه في الخارجية، وهي كانت من الشيخ زايد. مامتها ما كانتش راضية تمثل لأنها خايفة عليها تتأخر، فمثلت أول حاجة ليها مع الكاميرا الخفية. أول عمل عملته في الشارع بتاعها عشان مامتها كانت خايفة عليها، وكانت بتاخد بريك وتطلع بيتها. وأول تعرفها بالمنتج محمد كارتر، هي كانت بتعمل برنامج اسمه نفسنا، وتعرفوا على بعض، ودي كانت بداية التعارف. وبعدين اتطورت العلاقة لما كانت بتعمل مسرحية أهلا رمضان، واتخطبوا على المسرح قدام الجمهور. وبعد فترة اتجوزوا وعملوا حفلة كبيرة وحضروا فيها النجوم والمشاهير، وزوجها دايما يعبر عن حبه ليها طول الوقت قدام الناس. ورد على الخبر ونشر محمد كارتر صورة بتجمعه مع الفنانة شيماء سيف على صفحته، وحط عليها قلب. وكتير من الأصدقاء علقوا على الصورة، زي الفنانة بدرية اللي علقت وقالت الله أكبر عليكم، ربنا يحفظكم. والعالمية أسمى قالت حبايبي ربنا يخليكم لبعض. ودي طبعا مش أول مرة. المنتج محمد كارتر رد وكتب على صفحته على الفيسبوك وقال حصريا وقع طلاق وعنف جسدي ومعنوي ولفظي. الكلام ده من ممكن يكون عندك مش عندنا، وانه يستحلفوا انه حصل خيانة وجواز عرفي ولا في الافلام. وقال هتجيبوا الهري ده منين؟ اهو اي كلام علشان تكسبوا ريتش، ولا مدفوع لكم علشان تروجوا الكلام مالوش أي أساس من الصحة؟ طب ما كل مرة بيبان إنكم كدابين وشكلكم وحش. معلش، ما انتم وشكم مكشوف، ما يفرقش معاكم الفضايح. وقال إنه كان عايز يعمل محضر ضد مروجي الإشاعات وأرفع قضية عليهم بتهمة التشهير. وقال لكن انتم أرخص من الورق اللي هيتكتب عليه، وتراجع ضد المحضر. وده من كتر ما فاض بيه، من كتر الإشاعات عليهم. أصل من فترة كده طلعوا إشاعة إنهم اتطلقوا برضه، والناس كتير صدقوا، وازداد شكهم بإن شيماء نشرت منشور على صفحتها بتقول الحمد لله، كل شيء نصيب، قدر الله ما شاء فعل. وساعتها الناس افتكروا إنها انفصلت عن جوزها المنتج محمد كارتر، بس ساعتها ما ردتش وقتها. وبعدها بمدة ردت وقالت اللي حصل وقتها إننا كنا بنعمل مسلسل دنيا سمير غانم، والأستاذة دلال أصيبت بكورونا، ودنيا برضه، وعرفت إن المسلسل وقف ومش نازل في رمضان. ووقتها نزلت البوست ده وطلعوا عليها إنها اتطلعت من المنتج محمد كارتر، وقالت أنا مش ممكن كنت أرد في وأنفي الإشاعات دي، علشان كنت هقول أو أعلن إن الفنانة دلال عبد العزيز ودنيا سمير غانم أصيبوا بكورونا، وده ما كانش ينفع إني عشان أبرأ نفسي يبقى أقول سر في حياة حد تاني. وكمان قالت إن محمد توتي عمل عملية وكتبت دعاء للمريض، فقالوا إنها مريضة. وهي دلوقتي بقت ما تكتبش حاجة خالص، هي بتنزل صور وبس. ومن فترة كانت نازلة صور للفنانة شيماء سيف بالذكاء الاصطناعي وهي رفيعة جدا، وظن الناس إن الصور حقيقية. وشيماء سيف خسرت وزنها بشكل كبير، والفنانة شيماء سيف ردت على متابعينها وعبرت عن سعادتها عشان اهتمام الجمهور ليها. وطلعت وفي فيديو قالت يا مساء الفل على كل الناس الحلوة، كلكم سألتوني إني خسيت ولا ما خسيتش، أحب أصدمكم وأقول لكم إني ما خسيتش.
ونصيحتي ليكم حبايبي إن إحنا لازم نصلي وندعي ربنا يديم الاستقرار وراحة البال للبيوت، وإن إحنا لازم ناخد بالنا من بيوتنا. وإن كنت عايز تكون حكيم اسمع للجميع وما تصدقش حد إلا لما تشوف بعينيك. وإن عجبكم الفيديو حبايبي اشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل حكاوي ونصايح تتميم الجديدة.